تخيل تبقى رايح تتعلم فيقرر 2 مختلين ان هم يضربوا على الطلاب والمدرسين النار ويقتلوهم. ده اللي حصل بالظبط في مجزرة كولومبيان بالولايات المتحدة الأمريكية في 20 إبريل 1999، واللي قام بيها إريك هاريس وديلان كليبولد. قتلوا فيها 12 طالب ومدرس واحد، أكتر من 20 جريح بسبب إطلاق النار. محدش عارف بالظبط هم قاموا بالجريمة دي ليه. في بعض الآراء بتقول إن هم كانوا بيتعرضوا للتنمر وده اللي خلاهم ينتقموا من الطلاب والمدرسين، بس في الحقيقة ده شيء غير منطقي شوية. دول 2 قعدوا أكتر من سنة بيخططوا للمجزرة دي، كمان صنعوا قنابل بنفسهم. وده يخلينا نقول إن كولومبيان ما كانتش أبدا مجرد حادثة، لأن معظم اللي ارتكبوا حوادث إطلاق النار في المدارس عادة كانوا بيتصرفوا بدافع الاندفاع، إنما دول ناس كانوا مخططين. واللي يخلينا نقول برضو إن المجزرة دي مش عشان التنمر، إن هم كانوا بيسخروا من الناس اللي نفذت حوادث إطلاق النار في المدارس قبل كده، وتفخروا إن هم تجاوزوا حجم الدمار اللي حصل في تفجير أوكلاهوما سيتي، وكمان كانوا محددين عيد الهجوم مع الذكرى السنوية ليه. كمان كليبولد في تسجيل مصور ليه اتفاخر إنه هيتسبب في أكبر عدد وفيات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما قلنا هي ما كانتش حادثة إطلاق نار وخلاص، لا ده كان تفجير واسع النطاق. كانت خطتهم فيه إن هم هيفجروا الكافيتيريا الأول، وبعد كده هيضربوا النار على الناس اللي هتنجو من الانفجار الأولاني ده. كمان كانوا حاطين متفجرات في العربيات بتاعتهم عشان الانفجار يحصل ويتذاع الانفجار على الهواء مباشرة. وبعد التحقيق معاهم توصل المحققين والدكاترة النفسيين إن المجزرة دي ما كانتش أبدا بدافع انتقامهم من المتنمرين، وإن ديلان كليبولد كان عنده اكتئاب وكان ميال للانتحار، إلا إنه عمره ما كان هيقوم بالمجزرة دي لولا إنه هو كان متأثر بإريك هاريس اللي كان سايكوباتي وشايف نفسه أفضل من الجميع. وفي نهاية الفيديو حابة أعرف رأيكم، هل مجزرة كولومبيان من وجهة نظركم كانت بسبب التنمر ولا ليها أسباب تانية؟